صباح الخير عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. حبيبات القلب، نقول لكم أعتذر على الصوت المنخفض، الله غالب. قلت لكم عندي مشاكل صحية. ليسانسيال أنا نوصل لكم الفيديو، المهم بأي طريقة، مهم حاجة تفهموني، إن شاء الله تكونوا تسمعوا فيا بيان وتفهموني. بالنسبة للعجينة تاع الصابلي، عندي 500 غرام تاع زبدة ولا مارغرين. أنا خيرت هذه ديما صدقوني وتجي ما شاء الله، فيها ريحة بزاف شابة، والصابلي نتاعكم راح يجيكم بزاف بزاف بنين بيها. راح ندير 500 غرام، ودرت هنا 3 صفار بيض وحبة كومبلي، وراح نزيد ندير هنا 2 كيسان تاع سكر كلاسي، وراح نزيد ندير نص كاس تاع الزيت، وندير لافاني بيان سور. بعد ما ندير الزيت البنات كيما راكم تشوفوا لي هي نص كاس، راح نضربها كامل بالخلاط الكهربائي حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي. واللي ما عندهاش ولا نورمال دير بيدها. انا برك باش متعيوش يديكم هذا مكان. بعد ما تحصلت على هذا الخليط الكريمي البنات، راح ندير هنا كيس ونص تاع مايزينا، كيس ونص. ومن بعد راح نزيد ندير لا ليفور اللي هي خميرة كيميائية، راح ندير 2 باكي. خاطش علاش؟ عندنا 500 غرام تاع زبدة، لو كان درنا 250 كنا درنا وحدة. انا راح نزيد ندير 2 باكية تاع لا ليفور، ومن بعد راح نكمل بالفارينة حتى نتحصلوا على خليط يكون ولا عجينة تكون متماسكة، تكون ماشي ناشفة بزاف وماشي طرية بزاف، باسكو لو كان تكون طرية بزاف لا فورم تاع الحبة تاع الكعكة، عفوا تاع لي صابلي البنات، راح تجيكم ما تروح لا فورم تاعها كامل. صافيك شوفوا كي تعود تجيلكم الصابلي ولات تكبر بزاف، عرفوا بلي مخصوصة فارينة. واذا جاتكم لاباط الاستيكي البنات مش راح تتحصلوا على النتيجه مليحه. انا علاش قلت لكم لازم تخلطوا مليح هذاك الزبده والبيض بالباتور، ومن بعد كديروا الفارينه. انا هنا مانيش نعجن، راني لايم برك، راني مزربت لكم الفيديو كما نقولوا باش ما يجيكمش طويل. سي بور سا راني نبان هكا، مي انا نلايم برك حتى نتحصل. نبقى نزيد في الفارينه غير بالعقل بالك تفوتكم حتى تتحصلوا على عجينه كيما هكذا تكون طريه. شوفوا شحال جات شابه ما شاء الله. شوفوا في الاخير راح نغطيها، راح نخليها تروبوزي 5 مينوت برك. نقسم معاك كيما راكم تشوفوا، نبداو نشكلوا في لي صابلين تاعنا. بالحلال البنات شويه فارينه في البلون دو ترافاي، وبالحلال نحلوها نورمال. دوك تشوفوا عفوا السمك تاع العجينه شحال، كاين اللي يحبها خشينه، كاين اللي يحبها رقيقه. شوفوا ذو صوالح كامل يبقاو لكم نتوما. انا وحده نحب لي صابلي يكونوا رقاق وطيبين محمرين، معناتها كل واحد كيفاش يحب. بصح انا ما حمرتهمش بزاف، معناتها ماشي تاوعي هذو لي صابلي. هذا هو السمك تاع لاباط البنات. ثوك بهذا الطابع هذا ما كاش لي ما عندوش، يعني انا نحب بزاف الشكل تاعو. راح نغطس في الفارينه ولا في المايزينا ولا، ونطبع به حتى نتحصلوا على هذا الشكل عادي. معناتها هذه وحده تاع 10 سنين ديرها، مي انا فضلت نعطيكم هذه لاباط على بالي بلا تحقوها بزاف بزاف. في الاخير راح نطيبها على درجه 180 غير تحمر لي من تحت، نخرجها. وكالعاده من بعد نديرها سكر غلاس من الفوق، والمعجون راكم عارفين المعجون، وتتحصلوا على حبه صابلي ما شاء الله. شوفوا كيفاش طابت ما شاء الله، تجي حبه قد اختها. وفي الاخير سلام.